اشتغلتش، بقالها كذا سنه خلصانه. بقى لها 4 سنين. ايوه يعني يعني. واقفين حنا وضربت في السكه وضرب جوه البلد والبيوت كلها باظت. هم مش سائلين عننا عشان احنا ناس غلابه. يا عم شوفوا لنا تصريف، كل حاجه شغاله بس ما فيش المعدات ولا اي حاجه. ويقول لك انا جيني الشهر بكرة ده الشهر هتشتغل الجاي بعده ولا حد بيجي ولا حد بيعمل. بكره كده احنا بعد كده هشتغل بصراحه خلاص، ضايعين إحنا ضايعين قاعدين. ضايعين. تمام. كلموا بتوفيق. وبقى لها كام سنه؟ بقالها 3 4 5 سنين خلصانه. خلصانه وعاوزه على التوصيل بس. ولا عايزين يجوا ولا يعملوا خدوا المعدات من هنا لا مكان تاني يمة النحارية. وسايبين البلد كده مدفون. تمام. ولا في يسفروا الطريق ولا دين يعملوا هنا وهنا ولا اي حاجه ولا مش عارفين نمشي بالبلد. صح. يا ريت سفرت عشان خاطر البلد هي ما كان ماسك محافظ وهو وزير عمل بلده. وبلدنا ما فيهاش مستشفى ولا فيها اي حاجه. ودايسين علينا كده. والحاله الصحيه بقى؟ الحاله الصحيه زي الزفت في العلاج وفي المستشفى وبنينا كلنا. بتاعت مين فيها؟ ممكن نقابلوك فيها عليها كده وفي قلبها كمان كده بتشمر كده. الاستاذ محمد اهوت، الشوارع كلها متنيله بنيل. اتكلمت. ايوه. مشكلة منة بيار تقع بين قريتين عظيمتين، هي قرية بيار وقرية حرمة. وأنا ما نسمعه من المسؤولين يوميا يتنافى تماما مع ما يحدث في الواقع. لو زار أحد المسؤولين قرية منة بيار لوجدها بركة من المياه من المجاري تطفح فيها المجاري في جميع الشوارع، وأصبحت البيوت تحتها مياه جوفية مرتفعة أدت إلى سقوط بعض البيوت مثل بيت فريال الرحال، وإلى حدوث تشققات في بيوت مثل بيت عباس كشك وبيت مختار كشك، وكله بسبب ارتفاع مياه الصرف الصحي ومواسير المياه الصرف الصحي منذ أكثر من 8 سنوات تحت الأرض منذ أكثر من 8 سنوات. والمحطة تم شراؤها بالجهود الذاتية ومن جيوب الأهالي ومن دمهم ومن عرقهم، وهي قرية صغيرة فقيرة لا تستطيع تحمل نفقات أي مشروع وليس بها أي خدمات، فالطريق مهلهل والمجاري ليست موجودة والمياه طافحة والناموس في كل مكان والحشرات على الأطفال والأمراض كثيرة، منها أمراض السخونية وأمراض الأطفال التي لا نعلم مداها ومتى سيكون، ومنها أيضا عايزنا بطل قريه منة بيار. وهي قرية منة إبيار فيها أيضا من أمراض البطن مثل أمراض الكبد وأمراض البطن الكثيرة المنتشرة بين الأهالي، مما سبب للأهالي فشل كلوي، وكل هذا بسبب المجاري وبسبب الناموس وبسبب الذباب وبسبب المنتشر في القرية بأكملها. تمام. والنماذج موجودة على الطبيعة، احنا لا نراعي إلا الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام. النماذج موجودة على الطبيعة. نتمنى من أي مسؤول أن ينزل ويقوم بزيارة لمنية إبيار، حتى ولو ينزل لوحده بدون علم أي حد ويرى ما فيها. قرية معدمة من الخدمات تماما، ليس فيها أي خدمات تذكر سوى مدرسة ابتدائي ومدرسة إعدادية. بس أنت عايز أقول كمان؟ هو بس تكملة للمهندس محمد كشك، القرية زي ما قال بقالها 8 سنين معدومة تماما من الخدمات. أنا بناشد بس السيد المحافظ محافظ الغربية المهندس السيسي وصى بالناس اللي هم الشباب اللي اشتغلوا في البلد، احنا بنعاني من المجاري. مشكلة المجاري الناس عندنا النهارده طرنشات بتنشف كل يوم، نسبة المياه الجوفية مرتفعة، الناس ما معهاش إمكانيات إن تصرف كل يوم 20 جنيه عشان يعمل كساحة عشان يرميها برضه في المشروع. فاحنا بنناشد الساده المسؤولين تكمله باشمهندس محمد كشك، قريه منة بيار معدومه تماما من الخدمات، بنناشد بسرعه اجراء تنفيذ مشروع الصرف الصحي. انا هقول كمان
يمكن برضو المشروع المحطة جاهزة وال مفيش أي مشاكل. يمكن 50% أو 60% توصيل، نسبة توصيل المنازل بتوصل على البيوت، ولكن في إهمال تام من السادة المسؤولين، من السيد رئيس الوحدة المحلية بقرية بيار، السيد رئيس مجلس مدينة كفر الزيات، السيد وكيل وزارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، بنناشد السيد المهندس محافظ الغربية ينزل قرية مدينة بيار، قرية معدومة تماما من الخدمات. معاك المهندس محمد كشك هيكمل الحوار. يعني تكلفة أي زيارة لأي رئيس في مصر تتعدى الملايين، ومنها احتفال قناة السويس التي تعدى أكثر من نص مليار جنيه. قرية مدينة بيار لا تحتاج منه أكثر من 200,000 جنيه أو 100,000 جنيه. 100,000 جنيه ينهوا العمل جميعه بالقرية. 100,000 جنيه من نص مليار جنيه تكاليف احتفال. لا ده هو جاهز، يعني جاهز واقف على التشغيل، احتفال كل حاجه جاهزه والمشروع جاهز ويعني يتم تشغيله بجرة قلم من المحافظ او من رئيس هيئة الصرف الصحي او ما شابه ذلك من الاسماء التي يقولون عيسى. مهندس مسيون عيسى المسؤول الاول عن المشروع عارف كويس ان المشكله بتاعت مينيت بيار خلصانه، فاضل بس على توصيل ما بين قريه بيار ومينيت بيار لا تتعدى، مش هتكلف توصيل ماسوره 2 متر. اما المشروع والمكن والديازل وكله المشروع تام مع التنفيذ. احنا بنسال برضو كمان مره السيد المحافظ، بنناشد المحافظ، المشروع بتاع الصرف الصحي واقف ليه؟ الناس بتموت، جالها امراض كبديه وفشل كلوي. ونحن على استعداد ان نناقش اعلى مسؤول في هذه الدوله. فرصه تكمله اعلى مسؤول في هذه الدوله. تكمله لكلام المهندس محمد والمهندس محمود النحراوي، الحاج علي الجيار من بيار. أنا راجل طالع على المعاش بقالي 5 سنين، قبل كده ب3 سنين، يعني من 8 سنين أعرف إن المجاري دي خالصة وجاهزة وعلى تشغيل المعدات. أنا بقالي قاعد 5 سنين دلوقتي لا شفت حاجة من دي. أنا مجاري طافحة في الشارع، أشمر هدومي وأنا رايح المسجد وأشمر هدومي وأنا ماشي في الشارع على طول من 5 سنين. والسادة المسؤولين الله أعلم بيوصلهم ما بيوصلهمش الكلام ده. احنا عايزين اللي يدور علينا ويدور على مينيت بيار اللي عايمه ببركه من الميه، وكانوا عايمه ببركه من الميه، والناموس والحشرات هياكل الاطفال بالليل بسبب المجاري. فالساده المسؤولين نناشدهم، ويا ريت اوصل للابراشي. الاستاذ الابراشي ده برنامجه كويس جدا جدا، ويا ريت ان احنا نوصل له. الراجل ده يوصل لنا الموضوع بتاعنا ده بسرعه. بس كان هناك من القائمين على مشروع الصرف الصحي في بدايته الذين يقومون بلم ثمن قطعه الارض والمقام عليها محطه الصرف للجهود الذاتيه، تمنوا ان يروا المجاري تعمل، ولكن للاسف فقدناهم جميعا. فارقوا الحياه جميعا ولم يروا مشروع النور منذ 8 سنين او 9 سنين. لماذا هذا الإهمال؟ لصالح من؟ وكفر الزيات كلها اشتغلت. اللي ليه واسطة بيعملوا له. كان رئيس هيئة الصرف الصحي قبل ذلك اللواء في كفر الشربجي عمل قريته، اللواء عمارة عمل قريته في 3 شهور. النحارية بها مناصب، بيار بها فتح البرادعي، بيار بها مناصب مستشارين ولواءات، ما عدا هذه القرية الغلبانة. كفر المعروف كذلك، ما عدا هذه القرية ليس بها لواءات وليس بها مناصب وليس بها فتح البرادعي وليس بها اللواء سامي النصر الذي كان قبل ذلك، الذي قام بتشغيل قريته في خلال 3 شهور، وكانت ليس في البرنامج، ما كانتش في البرنامج تدخيل المجاري في القرى، انما دخلها في 3 شهور وهو رئيس ومحافظ للمنوفيه، دخلها في 3 شهور وتركوا من الديار. يا ريت الاستاذ وائل الابراشي ياخد فكره عن مين الديار، وجزاه الله خير انه يعني يوصل كلامنا للمسؤولين الكبار، لان احنا يعني مش هنقدر نوصل اكتر من كده زي ما قال الباشمهندس محمد علي كشك، ان القريه ما فيهاش يعني راس كبيره او حد يوصلنا للساده. وما نسمع عن الخط الساخن لرئيس الوزراء كل هذا في الهواء،
نتصل بالخط الساخن برئيس الوزراء يقول لك ده مش شغلنا، نتصل بالبريد رئيس الجمهوريه يقول لك ده مش شغلنا، ما بيردوش خالص اساسا. لو بيقولوش شغلنا مش شغلنا ما بيردوش اساسا، هم بياخدوا الورقه ولا ده بيرد ولا ده بيرد. يعني كل ما يطلعوش بقى على التلفزيون بقى حاجات تشجعنا ان احنا نحس ان احنا عايشين في بلد عايزين او في بلد ديمقراطيه، ولكن في بلد ديمقراطيه، ولكن نحن لا اي احد ينادي ولا اي احد يسمع النداء ولا اي احد يتكلم معنا او يتحدث معنا في هذا الموضوع. مرحبا سلام. صبري كنت عايز ايوه بالنسبه للمجاري بتاعت المنيا، والله قرية منيا بيار مركز كفر الزيات بتعاني من مشكلة رهيبة بقالها دلوقتي أكتر من 5-6 سنين. كون إن المقاول يبقى مخلص المجاري ومخلص حتى غرف التفتيش اللي واصلة للبيوت، وتعتبر المقاول سلم بقاله كذا سنة، والمنيا بتعاني من الصرف الصحي، دي تبقى مشكلة عويصة. في حين ان كان في مسؤولين ياما وعدوا ان هي تشتغل في خلال سنه او سنتين فاتوا، ومفيش حد بيبص لقريه منيا بيار خالص. حتى يعني عرفت ان في وفد قبل المحافظ، والمحافظ اداهم وعد ان في خلال شهور قليله، وفات سنه والتاني سنه ومفيش اي حاجه تمت. والمشكله العويصه دلوقتي ان معظم البيوت ايام المقاول ما كان شغال في الشوارع الضيقه هد ترانشات اللي هي بتاعت المجاري، فبعض الناس وصلت المجاري دلوقتي على الشبكه والشبكه ما اشتغلتش، فدلوقتي بقت الشبكه شبكه مقفوله ما بتسحبش، فملت الشوارع ميه. فده هيؤدي في الصيف الحرق اللي احنا فيه ده ان هتبقى تنتشر امراض كثيره في قلب منيا بيار، وممكن تعمل كارثه بيئيه في قلب منيا بيار. في مشكله ثانيه بتعاني منها الناس دلوقتي، ما حدش بيرضى يعدي من طريق منيا بيار خالص، لان المقاول لما كسر من بدايه مدخل قريه بيار لحد نهايه قريه منيا بيار، فما حدش بيقدر يعدي خالص بعربيته، فبقى الطريق طريق مقطوع. ممكن اي حد يثبت اي مواطن ماشي او اي بنت ماشيه او اي ست ماشيه، ممكن يطلع عليها اي حد يثبتها، لان الطريق بيبقى الطريق فاضي جدا. الطريق لو مرصوف ومتسفل كان يبقى فيه امان، كان يبقى فيه مواصلات. فالمشكله دي بتعاني منها جميع اهالي قريه منيا بيار، فاحنا بنرجو المسؤولين ينظروا بنظره عين يكملوا شغلهم الصدق لهذه القريه اللي تعتبر الذراع الثاني لقريه بيار. شكرا ازاي.